to be able to reinvest them in some countries in Asia or Africa or whatever. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. قرارات عاجلة من رئيس الفيفا يصدم بها السنغال وينتصر للمغرب بعد نهائي كأس أفريقيا، ويعلن تجميد لقب البطولة بسبب الحكم. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب للمنتخب المغربي ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أفريقيا التي أقيمت في المغرب، والتي شهدت انسحاب المنتخب السنغالي قبل أن يعود مرة أخرى لتكملة المباراة، وفي تصريح ناري هز العالم صرح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة جول الفرنسية، وقال: أود أن أوضح موقف الفيفا مما حدث في نهائي المغرب والسنغال، وهو نهائي أثار الكثير من الجدل والأسئلة المشروعة داخل الأوساط الكروية العالمية. الفيفا لا يتعامل مع العواطف أو الانطباعات، بل مع الوقائع، والوقائع التي رصدت خلال هذه المباراة خصوصا في دقائقها الحاسمة تشير إلى وجود أحداث غير طبيعية أثرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية، وهو ما يستدعي التدخل الفوري. المنتخب المغربي كان طرفا متضررا من سلسلة قرارات وإجراءات لم تدار بالشكل الأمثل، بدءا من احتساب ركلة الجزاء، مرورا بردة فعل المنتخب السنغالي، ووصولا إلى استكمال المباراة بعد حالة انسحاب موثقة أبلغ بها الحكم الرابع رسميا. هذه النقطة تحديدا تفتح باب تساؤلات خطيرة. هل طبق القانون كما يجب؟ هل تم التعامل مع لحظة الانسحاب وفق البروتوكول المعتمد؟ ومن اتخذ قرار استكمال المباراة بعد ذلك؟ بناء على هذه المعطيات، الفيفا بصدد اتخاذ قرار تجميد لقب بطل أفريقيا الممنوح للمنتخب السنغالي إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية. هذا القرار لا يعني إدانة أي طرف حتى الآن، لكنه إجراء احترازي ضروري للحفاظ على مصداقية المنافسة وعدالة اللعبة. التحقيقات ستشمل جميع الجوانب: قرارات حكم المباراة وتواصل غرفة الفار مع الحكم، وسلوك الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، وكذلك كيفية إدارة لحظة الانسحاب والعودة إلى أرض الملعب. نؤكد أن الفيفا لا تبحث عن كبش فداء، بل عن الحقيقة الكاملة، وإذا ثبت وجود أخطاء جسيمة أو تجاوزات أثرت على نتيجة النهائي، فلن نتردد في اتخاذ قرارات حاسمة مهما كانت صعبة لضمان العدالة الرياضية. خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة ستتضح الصورة بشكل أكبر، وقد تحمل النتائج مفاجآت غير متوقعة للجميع، وربما أيضا منح لقب أفريقيا إلى المغرب، وهذا ليس بالأمر البعيد. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.